ومعنا أيضا الشاعرة هالة نور مشرفة الشعر بالموقع. أهلا بكم. أهلا يا فندم. أستاذ أحمد، يعني عايز أتكلم عن نشأة الموقع، لأن المسألة محتاجة الوقوف عندها بشكل من أشكال التفصيل. موقع مهم وعمل إنجازات خلال فترة من الزمن، علينا أن نقف على حال النشأة وكيف تطور. تمام. في الحقيقة تكاد تكون معظم المنتديات والأدبية بالذات متشابهة. الأسماء اللي هنا هي اللي هنا، والأشعار اللي هنا هي اللي هنا، والأفكار اللي هنا هي اللي هنا. ولكن عندنا في أبناء طيبة، وهنا نرجع الفضل لأصحابه، 2 من الشعراء الجمال، شخصيات مصرية بتحب مصر جدا، الأخ جابر المصري الرئيس السابق، والأخ محمد جمال الرئيس الحالي. كان في دماغهم أفكار تانية غير وأهداف نبيلة فعلا، ألا وهي تفريخ المواهب، إعطاء الفرصة للمواهب الحقيقية، إزاي ناخد بإيدها ونربيها، لأن المتحققين عارفين سكتهم، وفي نفس الوقت يكون الكبار موجودين ولا شك. وكان من أول أهدافنا إن احنا نهتم بالنقد، وإن النقد إبداع موازي للإبداع. فكان الاهتمام عندنا غير أي منتدى بالنقد، والقراءة مش القراءة الكلام الجاهز المجاني المسلك، لا، القراءة في الواقع النص. ولذلك تتميز أبناء طيبة بميزة تكاد تكون بتنفرد بها بين المنتديات، ان احنا عندنا في أبناء طيبة مش أقل من 10 رؤساء منتديات بينتسبوا لنا كأعضاء. دي تحصل. طيب، يعني حضرتك قلت ان هدف الموقع هو تفريخ جيل جديد من الشعراء يقف بجانب جيل كبير من الشعراء المتحققين بالفعل. تصل الحلقة الدائرة. نعم. طب فيما يتعلق بالنقد، هل برضو الدور هو تفريخ مجموعة من النقاد؟ نعم. ولا مجرد إخضاع أعمال الشعراء لنظرة النقد حتى يكتمل المثلث إبداع وتلقي ونقد؟ والله هم تقدر تقول الاثنين، يعني بمعنى ان احنا بنفرغ ذاتيا نقادنا، يعني بنعمل اكتفاء ذات. النهارده المنقود اليوم اصبح هو ناقد الغد وهكذا. فبنعمل عمليه الاكتفاء الذاتي نقديا، وده هو اللي بيخلي ولذلك عندنا يمكن احنا عاملين قسم اسمه ورود من بستان الردود، يعني ردود بالفعل تكاد تكون ابداع موازي، لان اديب محترم قال النص بيتكلم من داخل النص، ما بيحومش حواليه ويقول كلام الفهلوه والفبركه وسلمت يمينك ويسارك والكلام اللي كده. وكان برضو من بين الحاجات ده ان احنا نهتم بانشاء مسابقه ادبيه كل سنه. احنا يمكن ما عملناش الا مرتين لاسباب، انما ان شاء الله احنا عايزين نتكلم عن المسابقه والاصدارات، لكن في جزء قادم من هذا اللقاء ان شاء الله. عايزه اروح للشاعره هالة. عايز اعرف الاول، انت اتعرفتي على هذا الموقع ازاي واشتركتي ازاي؟ يعني بدايتك مع هذا الموقع، مع ابناء طيبه. بدايتي كنت في موقع قبل ده، ومن خلاله يعني سمعت عن الموقع فشاركت فيه، وعجبني ان في شعراء كبار وبيتواصلوا مع حتى المواد الجديده بس ويشجعوهم، فحبيت ان ابقى فيه متواجده. هل انت بتكتبي من امتى؟ هو من 2007، بس انا بكتب يعني حاجات مقله شويه يعني. طب احنا عايزين نسمع شيء من هذا القليل. اوكي. قول لنا قصيده ايه؟ يا صمت انطق. يا صمت انطق. يا صمت زاد همي، ارجوك تفهمني ليه الكلام مني يهرب بعيد عني. يا صمت ليه دايما في الفرح وفي حزني على طول ملازمني. نفسي اقول واحكي اللي في عقلي يدور، كل اللي شاغلني اوصف بكل سرور مشاعري او حالتي لما بكون في الفرح او حتى لما ابكي. نفسي اقول واشكي، لكن يا صمت عنيد ابدا ما بتهني، دايما بتمنعني اني اقول واحكي كل اللي يألمني او حتى يسعدني. ما تفكني من الاسر يا صمت اسرني، وانشر حروف على السطر تحكي اللي ساكنني. اطلق سراح الطير
ينشط حروفه يميل، يفرد جناحه يطير، يملى السما مواويل. يا صمت ليا رفيق، خليك معايا رقيق، رجعلي ألمي طليق، ويكون لي أوفى صديق. ساعة حروفي تقيد، وسط السطور بتزيد، سيبني أحلق فوق، يمكن ساعتها أفوق ولا اللي تاهين. الله الله. استاذ احمد، عايز ارجع لك وانت قلت عباره الحقيقه انا عايز اتوقف عندها. في اجابتك عن السؤال الاول قلت ان احنا بنفرخ جيل يقف بجانب جيل من الشعراء المتحققين. وكلمه تحقق الشاعر هي موضع سؤال عندي. من وجهه نظرك الشخصيه، هل مشاركه شاعر في منتدى او موقع ايا كان حجم هذا الموقع يكفي كي يتحقق جماهيريا؟ لا بالطبع، بس في حاجه يعني انا هقول شخصيا، انا ما كنتش مقتنع بحاجه اسمها النت. ما كنتش مقتنع ودخلته قهرا. ولكن اما خدت تجربه اتشدت كده ودخلت مكان واطلع نص وخد الديوان وانا بتابع استهوتني المساله، لقيت بالفعل اقدر اادي رساله من خلال الانترنت، من خلال النت. اما بالنسبه للشعر وبتقول هل يكفي التحقق، هو ما بيكفيش، ولكن مهم بدليل ان احنا معانا اسماء كبيره ليس متحققه فقط، اسماء حاصله على جائزه الدوله التشجيعيه والتقديريه وكده موجوده على النت، من قبيل الاقتراب اكثر من ما هو مش متاح لي انزل كفر او انزل مش عارف، ده بالنسبه للناس الكبار يعني. انما انا بأتيح نفسي للقاعده بتاعتي بوسعها بالظبط. بدل ما اتحرك انا وانزل محافظه اخرى ممكن اقابل كل الناس وانا قاعد في بيتي. لكن مش هو اللي هيحقق طبعا. يعني عنصر ومهم جدا ومهم جدا. طيب بس مساله ان انا اعمل مسابقه ومساله ان انا اخرج اصدار مطبوع، اعتقد ان ده تطور. يعني فكره النشر الالكتروني خطوه، فكره دخول مسابقه خطوه، فكره صدور عمل ل 75 شاعر زي ما حضرتك قلت لي من 14 دوله خطوه. كلمني الاول عن المسابقه. المسابقه احنا عملنا مسابقه في تكاد تكون في الشهور الاولى من نشأة المنتدى، وخدت صدى جميل لدرجه ان في ناس بتعرف نفسها تقول لي على الحاصل على المركز الثاني في مسابقه ابناء طب الادبيه الاولى، واتعمل لها جوائز وتوصل لها، لان يعني من بين نجاح هذا المنتدى بامانه ما عندنا رؤساء منتدى محترمين، عارفين يعني ايه رئيس منتدى وايه مدير منتدى. يعني في رؤساء منتدى تيجي تبص تلاقي ايه يقفز على مهام المدير، ما عندناش الكلام ده. عندنا يعني لما تيجي مشرفه زي هاله مثلا، انا مختارها مشرفه، تقول لي ممكن رئيس المنتدى يشيلها، اقول لا ما يقدرش يشيلني انا، انما ما يشيلش اللي انا معينه. وبالفعل ناس محترمين ومدينا المساحه ان احنا كمديرين بنشتغل. طيب. قول لي يا استاذ احمد، يعني مين اعضاء لجنه التحكيم بتاعه المسابقه؟ انا حاولت ان انا اختار ناس من بره الموقع، من بره الموقع، النقاد على مستوى راقي جدا. الشاعر الكبير عبد الناصر حجازي من بورسعيد، والشاعر الكبير محمد رمضان هدايه من اسكندريه، والشاعر والناقد محمد علي ابراهيم، والقصوى الروائي محمد شمخ. وكنت بودي لهم الاعمال بدون اسماء مبدعين، والحمد لله الى بدرجه كبيره افرزت افراز، لان ما فيش الافراز ال 100%، يعني افرزت افراز مش اقل من 90%، وان شاء الله. وهي كل جائزه بتعبر عن ذائقه لجنه التحكيم بتاعتها. بالطبع يعني ما فيش جائزه على اطلاقها. وحرصت على حاجه، ان مثلا لما اجيب شعر العاميه، جبت المدارس